السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله صحتكم لاباس. كي راكم خوتي؟ جيسبر تكونوا بيان وبارك الله فيكم وربي يحفظكم. اولا خوتي اسمحوا لنا على الغياب لظروف خاصه، اسمحونا بارك الله فيكم. نشكر كل واحد سقسى علينا وربي يحفظكم. المهم والاهم اننا رجعنا وان شاء الله نرجعوا بمواضيع قيمه وهادفه، والاكثر من هذا انها تنال اعجابكم وتكون تنوير للراي العام حسب ما وجهه نظر. الاختلاف جائز، الاختلاف خاوتي ثراء لأي موضوع نطرحوه. مرحبا بالجميع، اللي معايا في الرأي ولا اللي خالفني فيه بارك الله فيكم. وندخلوا في موضوعنا، ورجعنا بموضوع من أهم المواضيع ونعتبره أهم موضوع، هو الفئات الشبانية ومحاربة المحسن. الفئات الشبانية لماذا أهم موضوع؟ لأنه مستقبل المنتخب الوطني والفريق الوطني، خاصة الفئات الشبانية بمختلفها، الإي 21 الإي 17 الإي 19 الإي 15. كل هذه الفئات الشبانية هي ذخيرة هو مستقبل للمنتخب الوطني الجزائري، خاصة خاطي لثراء هذه الفئات بالمواهب الجزائرية اللي تكون إن شاء الله بإذن الله مستقبل الكرة الجزائرية ككل. اليوم بداية الحرب على محسن تبغي تكره. هو صحيح صاحب صفحة عبر الفيسبوك، ولكن هذه الصفحة عملت ما عملتش لا اتحادية لا كشافة لا مناجر لا محسن. أعطانا نوعية لاعبين وأعطانا لاعبين ذو أصول جزائرية ينشطون في الدوريات الأوروبية، لا اتحادية ولا الأموال تاعها ولا المناجر تاعها ولا الإداريين تاعها ولا المدربين الفئات الشبانية ولا قدروا يجيبوا الربع، ما يعودوش من الربع، 5% واش حط محسن في هذه الصفحة من مواهب جزائرية. اليوم محسن باختلاف المنصب أنه كان صاحب صفحة المواهب، اليوم أصبح إطار وأصبح موظف وأصبح هيئة رسمية في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. اليوم يختلف الموضوع، اليوم الحرب ضد محسن ومن وراء محسن اللي هو وليد صادي. البداية بمحسن. لماذا محسن؟ لأنه حطوه في العصب اللي كانوا يستغلوه ويستفادوا منه المرتزقة، خاصة خاوتي بتوزيع ليسونس تاع المنتخب الوطني الجزائري لمن هب ودب. شفنا في الآونة الأخيرة اتحادية زفزاف عمارة وزاتشي إي 17 أعطوني إنجاز لهذه الفئات الشبانية، خاصة في الفئات الصغرى، خاصة خاوتي في الآونة الأخيرة. ولا إنجاز ما تحدوليش على الخاوتي الدورات هذيك اللي قمناهم هنا والتأهل لكأس إفريقيا وشفنا واش صرا. ما تهضروليش على هذا، هضروا لي على الإنجازات، هضروا لي على لاعبين ذو قيمة. أعطوني لاعب وصل للمنتخب الوطني الأول، أعطوني موهبة بانت وظهرت للمنتخب الأول، حتى أن المواهب اللي جابهم واستنجد بهم جمال بلماضي على هيئة بوعناني كانوا ينشطوا في الفئات الصغرى للمنتخبات الفرنسية. يعني التكوين والفئات الشبانية الصغرى كانت مستغلة وكانت مخطوفة، وخاصة هذيك خاطي رادار ولا فاف رادار والعناصر اللي كانوا يجيبوا تقريبا اغلب اللاعبين اسماء غير معروفه، ان لم نقل عنهم نكره مع احترامنا خاطي لانهم ابناء الوطن، نكره كرويه وليس كشخص او كلاعب. ولكن اعطوني واحد من هؤلاء اللاعبين راه باين اليوم في الدوريات، جبناهم في الاي 17 والاي 19 نورمالمون الان راهم سينيور، راهم يلعبوا في الدوريات الاوروبيه، يلعبوا ما يلعبوش في الدوريات الاوروبيه، ينشطوا في الانديه حتى الدرجه الثانيه. اين هؤلاء اللاعبين اللي جبناهم اليوم بمجيء محسن خالتي قلت لكم محسن الصوره انغلقت والخبزه انقطعت. لهذا خرجت قناه مثل قناه النهار على راسها هذا حاكم فيسا في الطعن في هذا الشخص. واحد يقول لك تكلموا عطاو له موافقه في الفيسبوك، واحد يقول لك مانيش عارف انا نصاب الفيسبوك، واحد يقول لك كيفاه لازم كانوا وهذا حبس من وظيفته كمدير ولا كصاحب صفحه، واليوم يشتغل مع الاتحاديه، واي اجراء يقوم به محسن يكون عن طريق الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. انساو محسن صاحب الصفحه المواهب الجزائريه وقولوا لنا دور محسن كإطار ولا كموظف ولا كعضو هذا الاتحاد الجزائري لكرة القدم. ودور محسن اليوم هو اكتشاف المواهب.
يعيط ما يعيط، صنهاجي، رايان، غيرهم من اللاعبين، المهم يتواصل مع هؤلاء اللاعبين وتبقى رغبة اللاعب. علاه ما تحكوش وما تهضروش على هؤلاء اللاعبين وكي جاو في المنتخب الوطني الجزائري؟ وحسين جناد راه كشفكم وكشف طريقة التسيير اللي كانت، طريقة التسيير اللي كانت. أنت كلاعب مغترب، كموهبة مغتربة ولا كجزائري تنشط خارج الديار، ماناجر تاعك ولا لي ماناجير تاعك ما يساعدوش الاتحاديه وما عندهمش علاقات مع الاتحاديه، ما تلعبش. اذا جيت لعبت نغلبوك، نخلوك في المطار المنتخب ولا قميص المنتخب، لعبت انت كطفل صغير يو 17 ولا اي 15 تلعب مع المنتخب الوطني، تحلم تدي القميص تاعك للوالد تاعك للام تاعك كتشريف كفخر كانوا ينحوا لهم لي مايوات. يعني شوف درجه التسيير ودرجه مش عارف شي جاي خرج فمي لهؤلاء والمرتزقه اللي كانوا على راس الاتحاد الجزائري لكره القدم سابقا. يعني كارثه باتم معنى الكلمه. اليوم تركت الفايده وتبعت لتاء الميدان، تركت واش جاب محسن 7 لاعبين، وحتى ان المديريه الفنيه او المدير الفني او المدرب تاع الايفان طلب منه مثلا 7 لاعبين 8 لاعبين، ما على محسن الا اتقاء الاحسن فالاحسن من الحارس حتى راس الحربه. جاب لكم 9 لاعبين، بقى الدور على الاتصالات والتواصل وقنوات التواصل مع هؤلاء اللاعبين سواء اولياء الامر المديريه الفنيه للفريق او الفرق تاعهم، ويبقى الخيار الاول والاخير للاعب. انتم خليتوا المضمون وتبحتوا لي القشره، خليتوا الدور محسن حتى وان اختاروا اسبانيا انه تواصل معهم وعطاو، كانت قناه رسميه هي اللي تتواصل، هي المديريه الفنيه الجزائريه بقياده منسوب. يعني خليتوا دور محسن يخرج، دور محسن يخرج مع اعتبار محسن ككشاف، محسن كقناه تواصل، ولكن الايميلات والتواصل واعطاء الموافقه يكون للاتحاديه والمديريه الفنيه. يعني مسؤولية محسن هي جلب هؤلاء اللاعبين، التواصل معهم جلب الموافقة، ولكن عن طريق قناة رئيسية ولا قناة رسمية اللي هي قناة الاتحاد الجزائري لكرة القدم. كي نقول لكم قناة خاوتي ماشي قناة تاع التلفزة باش كاين العايشة الخاوتي يصيدوا في المياه العاكرة. لهذا شوف الحرب وين راهي. علاه خاوتي علاه الحرب؟ لأن الخبزة صاي تبلعت، ما كاش ما تجيبليش جوار ما باش تعطيه نتايا لا ليسونس تاع المنتخب الوطني الجزائري وتروح تتاجر به. ما تجيبليش انا جوار ما يسواش شعره ما يسواش فلس وتعطيه قيمه وتعطيه لا ليسونس تاع المنتخب وتخليه يمثل المنتخب الوطني لاهداف تجاريه. الاهداف اللي كانت واللي كانوا قبل كانت اهدافهم شخصيه ومصلحه شخصيه لبعض المناجر المحسوبين على الاتحادات اللي سبقوا، وخاصه عصابه الكره اللي ما زالت متوغله، ما زالت متوغله. محسن مجرد سيب راهم دايرينه لانه على راس كيما احنا نقولوا على راس فئه مهمه للمنتخب الوطني والاتحاديه الجزائريه اللي هي الفئات الشبانيه، ولكن ما دارلهم بخبزتهم ودارلهم خاوتي بالفايده تاعهم ودارلهم بلي ليسونس تاع المنتخب الوطني الجزائري. محسن تبغي تكره، قام بعمل ما قامت به لا اتحاديه باموالها، لا مناجيرها، لا فافرادار، لا فاف شارع، لا فاف بارار، ما قامت به. محسن في صفحة واحدة عنده اتصالات ويعرف جميع اللاعبين، يعرف جميع المنتخبات اللي جميع الفرق اللي ينشطوا فيها جزائريين او ذو اصول جزائريه، يعرف ذويهم، يعرف بعض المدربين، عنده علاقات حسنه مع مدربين جزائريين ومدربين يدربوا هؤلاء المواهب. واش بغيت من محسن؟ محسن يعطيك الضوء ويلقي الضوء على هذه المواهب. الان القناه الرسميه اللي تتصل بهم هي الاتحاديه واللي هي المديريه الفنيه، يعني قنوات التواصل تكون رسميه، وعلى محسن الاكتشاف والجلب واستنباط ومعلبانيش انايا يجيب الموافقه ثم تقوم المديريه بمهامها. يعني محسن في هذا الرول هو مجرد كشاف. ان اعطوا له صلاحيات التواصل يكون التواصل عن طريق قناة رسمية اللي هي الاتحادية باعتباره عضو وأحد موظفي هذه الاتحادية في اكتشاف المواهب. هنا ضرب محسن بعده ضرب صادي ما يضربوهش لأنه عاطين الموافقة وجابه الإجماع من الدولة الجزائرية.
لهذا سيضربون من يضرب مصلحة تاعهم. اليوم يبداو بصادي وغدوة يبداو بشخص آخر، ولكن قلت لكم صادي محسن، ولكن محسن باقي بإذن الله، ومحسن راه يؤدي في عمل جبار على مستوى الفئات الشبانية. إن شاء الله الأطقم الفنية والمدراء الفنيين والمدربين يكونوا ذو مستوى، ما تجيبلاش لاعب يلعب في الدوري الاوروبي وتجيب له مدرب محدود فنيا. لازم المدربين يكونوا كفاءة، ويكونوا ذو خبرة، ويكونوا ما على باليش واش ذو علم، ويكونوا في وين ما تحطوا تسيبوا. ماشي محسن يقوم بعمل جبار يجيبه المدربين يفشل به، ومن بعد اللوم يرجعوا هؤلاء الخبثاء وهذه القنوات وقنوات الاستحمار على محسن. بداوا بنصاب الفيسبوك، راك يدخلوا له في مواضيع اخرى. نصاب الفيسبوك كما تسمى، تدخل للصفحه تاعو من حيث نشأتها الان بالك مكتشف قريب 10,000 لاعب جزائري. لهذا شفتوا خاوتي المرتزقه، شفتوا واش كنا نهضروا الى مواضيع اخرى.